مساء الفل على أهل مصر المحترمين، وأهلا وسهلا بالسادة المنتجين والمخرجين واللي عن الفن في مصر مسؤولين. أهلا بيكم، نورتوا البيت والمكان. وهدخل في الموضوع على طول من غير لف ولا دوران. مش كفاية بقى؟ كفاية هلس وفن تافه وإسفاف، كفاية وسايط وشلالية يا وسط افتقد للعدل والإنصاف. كفاية تفرجونا على أفلام ومسلسلات بدون قيمة ولا أهداف. كفاية بقينا على مستقبل ولادنا منكم بنخاف. وابني ذنبه ايه يتفرج عليكم ويقعد طول النهار يقلد فيكم؟ البلطجة اللي حوالينا دي انتوا اللي بتصنعوها فبتزودوها. قلة الأدب والسفالة حضراتكم اللي لبيوتنا بتصدروها، وبأفلامكم الهابطة بتدمروا عيالنا وتضيعوها. إبراهيم الأبيض والألماني وعبده موتة، ويجي 50 فيلم بيحكي في نفس الحدوتة. أفلام بسببها أجيال كتير باظت وجالها شوطة. بصوا على عيالنا في المدارس والشوارع هتعرفوا إن في حاجة مش مظبوطة، والسبب الجهل وانحراف الوعي والسبوبة والآراء المغلوطة. وبتتفق أو تختلف مع صناع الفن ببلدنا، لازم تتفق معايا وبلاش نزود في عنادنا. جزء كبير من اللي بتقدموه على شاشاتنا وبيجيلنا على تليفوناتنا سبب رئيسي في ضياع ولادنا، وبقت البلطجة والعنف وقلة الأدب حاجة عليها تعودنا. وذوق الناس اتغير ورجعتونا لورا، وخير دليل حمو بيكا ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة. حاجة والله العظيم آخر مسخرة، لا صوت ولا غنى ولا كلام. ضيعتوا أجيال وفاكرين فنكوا بيطلعنا لقدام، والشباب اللي خربتوا عقولها تستاهلوا عليهم جايزة الإعدام وفي ميدان عام. والفنان الكبير اللي بقى للبلطجة عنوان، الفنان اللي مصنف نفسه نمبر 1 وما قدرش اساطير طالعه قبله من زمان، اللي بيغزنا بعربياته ونضاراته البوليس والربان، اللي كل يوم ينزل صور يحرق بيها دم الغلبان والشقيان. يا عم ربنا يزيدك، ان شاء الله تشتري حتى البرج ومدان لبنان، بس هتفضل يا محمد محطوط عند الناس في كادر ضلمة وبهتان. كادر خلاه الفن والمهنته كذا مرة خان يوم ما قرر يعمل افلام ضيع بيها جيل بحاله. خان لما وافق وكل اللي شغله بس يكتر في ماله، بس مهما خد في الدنيا فهي اصلا مش دايماله. وبتمنى في اللي جاي يركز في اختياره لأعماله، ومحدش يقول لي اتعب زيه وكافح. ملعون ابو ام ده مرار طافح. اكافح وفي الاخر اذي الناس والشباب، اكافح وابقى سبب رئيسي في الجيل اللي خاب. اكافح واسمي علمت الناس البلطجة والخراب. اكافح وفي الاخر ربنا يحاسبني اشد حساب. مش عايز النوع ده من النجاح، مش عايز لما اموت الناس تقول عليا هم ونزاح. اما احنا طول عمرها مصر كانت على القمة بلا منافس. زمن الفن الجميل حل مكانه للأسف زمن الخنافس. وباء سرح في بلدنا زي الطاعون، أفلام هايفة وأغاني من غير معنى ولا مضمون. لازم الدولة تتدخل وتحط قوانين تمنعهم. لازم الدولة تتدخل وفي عنبر واحد تجمعهم وعلى قفاهم تسكعهم. حمو بيكا ممنوع من الغنى وبيغني من الباطل. محمد رمضان بياخد تصاريح والاتنين اصلا فنهم باطل. المنع يبقى على الكل من غير مجاملات، لان الفن الزبالة ده هو اللي بيدمر المجتمعات، هو اللي خرب البيوت وانهارت القيم جوه العائلات. وده انعكس على عيالنا في الشارع والقرى والمحافظات. ده اللي خلى محمود البنا وغيره اتقتل ومات، مع ان طول عمرها افلامنا كانت بتكرهنا في ادوار الشر علشان ما نعملهاش. دلوقتي افلام البلطجة والاسفاف حالة بتتفرد علينا وتتعاش، وادوار الطيب والمحترم للأسف عيالنا بقوا ما بيحبوهاش. الافلام اللي فيها قيمة وهدف ما بيستنوهاش، لانكم عودتوهم على الحاجة الوحشة منزوعة الاحترام، لدرجة لما بقى يشوفوا حاجة حلوة ما بيدوهاش اي اهتمام. خليتوا النجم يعمل ادوار شر كتير، خليتوا الحاجة الحلوة مشهد مشهدين بالكتير، واغاني بتتحط ملهاش طعم ولا لون ولا ريحة، وقلة ادب واستخفاف بعقولنا حاجة يا جدع بقت فضيحة. مهرجانات وشوية عيال سرسجية وشبيحة، ومنتج كل همه يكسب فلوس، وفي 60 داهية تأثير فنه على النفوس. في 60 داهية يدمر شبابنا وعليهم يدوس. يا فندم فين احترام عاداتنا
عاداتنا وتقاليدنا؟ فين الايام اللي كانت الدنيا كلها بتتفرج علينا وتقلدنا؟ انتوا ليه محدش بيحاسبكم؟ انتوا يوم القيامة والله العظيم ربنا مش هيسيبكم، ومحدش يقول لي ده فن وصناعة، دي اسمها قلة ادب وصياعة ونطاعة. كفانا هلس وقلة ادب ومياعة. ارتقوا يرحمكم الله، قدموا لنا حاجات حلوة تربي ابني وتكبر معاه، ما تخلوش العيال تركز مع الوحش وتجري وراه. هاتولنا الاخلاق والادب والقيمة، رجعوا لنا المعاني الحلوة وحاجاتنا القديمة. هاتولي فؤاد المهندس كلمتين وبس، فكرونا بونيس وابو العلا البشري والقيم اللي بتتعاش وتتحس. اعملوا لنا افلام تغير في الناس، وكفايه عنف ودم وسكاكين ورصاص. كفايه رقص وقلع ومش لازم البطله كل فيلم تتحضن وتتباس. عيب، خلوا فيه شويه دم وغيره واحساس. اعملوا لنا مسلسلات وافلام تعلم معانا طول العمر، زي المال والبنون وليالي الحلميه وفيلم الممر. خلوا عيالنا تطلع زرعه حلوه تكبر وتخضر. وكفايه بقى قتل وشر، علشان انتوا هتتحاسبوا برضه علينا يوم القيامه. فياريت تقدموا لنا فن يزرع فينا الاخلاق والجدعنه والشهامه. ومش كل حاجه في مصر تطلعوها وحشه ومليانه عتامه. مصر طول عمرها في الفن بلد الزعامه. مصر شعبها جميل بيعشق الدراما وبيدور على الابتسامة. شعب يستاهل يشوف فن بجد عليه القيامة. وكفاية لحد كده فن بياخد بلدنا وولادنا لسكة الندامة. عايزين مصر هي اللي تبقى نمبر 1، عايزين مصر ترجع تاني رقم 1 في الفن.